السلام عليكم. معكم قناة تحليلاتكم. طبعا رحيل مدرب نادي الزمالك جوزيه جوميز المدرب الفني البرتغالي طبعا عن نادي الزمالك فجأة النهاردة الساعة 7 مساء بعت رسالة لرئيس نادي الزمالك حسين لبيب، قال له أنا ماشي من الزمالك وهفسخ على العقد سواء بالتراضي أو بغير التراضي. هفسخ العقد. ليه يا عم جوميز رحل عن الزمالك؟ أقول لكم دلوقتي. 3 أسباب رئيسية أدت إلى رحيل الراجل طبعا اللي الزمالك كان ماشي معاه بشكل مميز في الفترة الأخيرة. أول سبب مستحقات مالية متأخرة للاعيبة، يعني يمكن 16 أو 20 لاعب في نادي الزمالك ما خدوش فلوس بقالهم 4-5 شهور. تمام؟ لاعيبة الزمالك كل يوم تيجي في التدريبات تسأل جوميز احنا ما خدناش فلوس، احنا ما خدناش فلوس، احنا ما خدناش فلوس. هو يقول لهم اكلم الإدارة ويكلم رئيس النادي ويكلم المسؤولين في نادي الزمالك. مفيش إيجابية، مفيش نتيجة يعني إيجابية يقدر يقولها للعيبة، لدرجة إن هو بلغ نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك حسين لبيب قال له أنا مش عارف أدرب اللعيبة، مش عارف أحاسب أي واحد فيهم لو أخطأ في المباراة، أحاسبه إزاي وهو ما خدش فلوس بقاله شهور، يعني هو ما خدش فلوس أصلا أحاسبه إزاي؟ فدي نقطة. النقطة التانية يا جماعة، تجديد عقد جوميز مع الزمالك في تماطل من قبل إدارة نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك بسبب المستحقات المالية. تخيلوا إن جوميز أصلا ليه 3 شهور ما خدش ولا مرتب من مرتبات ال3 شهور الأخيرة، ما خدش فلوس خالص، ليه 3 شهور مستحقات ما خدهمش. تمام؟ فجه وقت التجديد بتاعه عمال يكلم الزمالك، طبعا الزمالك متراخي، هو طبعا طالب 130,000 دولار شهريا. الزمالك طبعا عقده الحالي مع الزمالك 65,000 دولار شهريا وياخد منهم 50,000، يعني الربع تقريبا أسمينه. ما علينا، هم عرضوا على جوميز كام؟ 90,000 بدل ما هو طالب 130، هم هيدفعوا له 90,000. طبعا الراجل مش موافق بالمبلغ ده لأن هو اوريدي 65، ال90 يعني ما زادتش كتير. هو قال لهم أنا هناخد 130 زي كولر. طبعا مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بياخد مع الأهلي كام؟ بياخد 180. فقال لهم أنا مش باخد 180 ولا 150، أنا باخد 130. تمام؟ ده العقد اللي يرضينه. هم قالوا لا ما ينفعش، انت بدل ما تاخد 65 هتاخد 90. وقالوا له شرط كمان، قالوا له احنا بنحسب لك وقت كتابة العقد بيننا وبينك هنكتب لك على سعر الدولار، سعر الصرف ماشي بكام. يعني مثلا دلوقتي ماشي ب50، هنكتب لك في العقد انك انت هتاخد قيمة مثلا باحتساب الدولار على اساس ان هو 50 بناء، يعني لو هو زاد الدولار بعد كده مثلا او ما زادش، هم عارفين طبعا انه احتمال كبير ان هو يزيد، او هم حاطين البند كله علشان بعد كده يدفعوا له بالمقابل المصري، ما يدفعولوش بالدولار. ولا احنا كتبنا معاك العقد على 50 مثلا قيمة $1، فاحنا ندوك مثلا قيمة ال90,000 دولار بالمعادل المصري. فطبعا هو رافض الموضوع ده كله وبلغ رسمي إدارة نادي الزمالك، والنهارده بعت رسالة طبعا لحسين لبيب زي ما قلنا إن هو عاوز يفسخ عقده. طبعا في واحد يقول لك يا عم لو فسخ عقده هو الخسران طبعا لأنه هيدفع شرط جزائي. أكيد معمول له شرط جزائي. أقول لك أيوه هو معمول له شرط جزائي ولكن مش هيدفع جنيه. ليه بقى؟ لأن الشرط الجزائي بتاع جوزيه جوميز مع نادي الزمالك في حال فسخ العقد من طرفه هو هيتم خصم عليه مستحقات رواتب 3 شهور، يعني 3 شهور رواتب هيتم خصمها طبعا من جوزيه جوميز، وهو بالفعل هو ليه دلوقتي مستحقات 3 شهور. يعني هيمشي سلام عليكم، عايز ال3 بتوعكم وانا هدفع لكم ال3 ايه قيمة فسخ العقد. دي حاجة. طبعا بغض النظر عن ال3 شهور سواء هيتخصموا ولا ما يتخصموش، هو اصلا جاي له عروض خيالية، يعني جاي له عروض من السعودية من نادي الخليج ونادي التعاون ونادي مش عارف تقريبا الفاتح، نادي الفاتح والخليج والتعاون، جاياله بمبلغ كام؟ أضعاف المبلغ اللي بياخده اللي عرض عليه الزمالك اللي هو 90,000، يعني تقريبا ب400,000 دولار شهريا قيمة التعاقد مع أي نادي من ال3 دول سواء الفاتح أو الخليج أو التعاون. فهو بالتالي كده خلاص حسم الموضوع. طبعا بعد ما هو أعلن إن هو عاوز يمشي تدخل حسين لبيب وعمل جلسة معاه على حاول إن هو يقنعه. طبعا الموضوع لسه جديد يا جماعة، الموضوع لسه جديد، الساعة 7 النهاردة مساء. تمام؟ فلما بعت لهم الرسالة فهو طلب إن هو يعمل اجتماع معهم مش عارف إيه ويحاول إن هو يقنع جوزيه جوميز إن هو يفضل مع الزمالك. ولكن طالما وصلت لمرحلة اللي إحنا فيها دي وأزمة مالية مع 16 لعيب في الزمالك بيطالبوا مستحقاتهم وجوزيه جوميز أيضا بيطالب مستحقاته
وصلنا لنقطة الخلاف طبعا في تجديد العقد. هو طالب 130 والزمالك عاوز يديه 90، ونقول مثلا خدوا بالجنيه المصري، أو وقت ما بنكتب العقد زي ما ماشي سعر الصرف، سواء 50 سواء 40 سواء 90 أيا كان، وقت ما نكتب العقد بتاخدوا بالجنيه المصري. فكده كده خلاص احنا وصلنا لنقطة سلبية. والله خسارة لنادي الزمالك بصراحة. المدير الفني ده يعني كل ما نشوف استقرار في نادي الزمالك تيجي فجأة كده أزمات مالية تضرب الفرقة، ولاعيبة مش عارفة تجدد، ولاعيبة مش عارفة تمشي. طبعا بما فيهم أحمد سيد زيزو اللي هو عماك يتحايل في النادي الأهلي إن هو يروح النادي، خاصة طبعا البطولة اللي جاية بتاعة كأس العالم. هو نفسه من عين إن هو يلعب كأس العالم بتاعة 2025، لأن حلين اللاعب عنده دلوقتي مثلا 30 ولا عنده 32 ولا 33، يعني حلمه إن هو يلعب في كأس العالم. لو ما لحقش مستحيل مثلا هيلعب في كأس العالم 2029، هيكون عنده مثلا 35 سنة ولا 36 ولا 37، فبيقاتل إن هو عاوز يروح نادي الأهلي. ده يا جماعة باختصار كل والحكاية من طقطق لسلام عليكم زي ما بيقولوا، قصة رحيل جوزيه جوميز. وأنا بأكد لكم نسبة 100% الراجل ده خارج القلعة البيضاء، خارج نادي الزمالك. ده يا جماعة باختصار كل ما يخص الفيديو. ما تنسوش الدعم المجاني اللي هو اللايك، الإعجاب، والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل إشعار. كان معكم قناة تحليلاتكم، سلام عليكم.